يا ترى قبل ما يكون في كون كان في ايه طيب؟ رحلتنا النهاردة هي رحلة بداية الخلق اللي هتغير دماغك. عمرك وقفت كده وسألت نفسك الكون ده كله جه منين؟ يعني قبل السماء والأرض والشمس والنجوم كان في ايه؟ لا زمان ولا مكان ولا أي حاجة خالص. وفجأة كل حاجة بدأت. طب ايه اللي حصل؟ وازاي كل ده اتعمل؟ وليه ربنا خلق آدم؟ وازاي الشيطان ضحك عليه مع انه نبي؟ ولو ربنا خلق السماوات والأرض في 6 أيام، والعلم بيقول ان عمر الكون 13.8 مليار سنة، مين فيهم الصح؟ كل ده هنعرفه في سلسلة بداية الخلق والعصور القديمة، معلومات هتقلب تفكيرك رأساً على عقب. من لحظة بداية الخلق لانفجار الكون لأول إنسان وطأت قدماه الأرض، نغوص في أعماق العصور، من الحجرية للفرعونية للأشورية للإسلامية لنهضة الشعوب وسقوط الإمبراطوريات. نحكي عن الحروب والمعارك والقادة، عن قيام الحضارات وسقوطها، عن الاستعمار والمقاومة والمؤامرات الكبرى، والتاريخ اللي اتكتب واللي اتحرف واتنسى. نوصل لعصرنا الحديث ونفهم مع بعض ازاي وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. كل ده في رحلة واحدة من العدم إلى اليوم، في 7 سلاسل ما تتفوتش وحقائق ما تتقالش في الكتب. أهلا بيكم في ما لم يقال. أنا محمد، ودي قناة ما لم يقال، قناة تاريخية وثائقية بنفتح فيها أبواب الأسرار اللي التاريخ ما حكاهاش، من لحظة بداية الخلق لانفجار الكون لأول إنسان وطأت قدماه الأرض. نغوص في أعماق العصور، من الحجرية للفرعونية للأشورية للإسلامية لنهضة الشعوب وسقوط الإمبراطوريات. نحكي عن الحروب والمعارك والقادة، عن قيام الحضارات وسقوطها، عن الاستعمار والمقاومة، عن المؤامرات الكبرى والتاريخ اللي اتكتب واللي اتحرف واتنسى. نوصل لعصرنا الحديث ونفهم مع بعض ازاي وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. كل ده في رحلة واحدة من العدم إلى اليوم، في سلسلة ما تتفوتش وحقائق ما تتقالش في الكتب. أهلا بيكم في ما لم يقال. طب قبل ما نبدأ، ايه تفسيرك للآية دي؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. يعني ايه كل الكائنات اتخلقت من المية؟ وازاي القرآن قال المعلومة دي من 1400 سنة والعلم اكتشفها من قريب؟ خليك معايا هتفهم أكتر بكتير مما كنت متخيل. في السلسلة دي هنسافر مع بعض في رحلة عبر الزمن، من أول لحظة اتخلق فيها الكون لحد ما الإنسان نزل على الأرض. السلسلة فيها هتتكون من 30 حلقة بإذن الله، وهتخرج منها بمعلومة تقيلة. هنتكلم عن 3 محاور فيها، وهما: 1. خلق السماوات والأرض. القرآن بيقول كانتا رتقا ففتقناهما، وده نفس اللي قاله العلماء عن الانفجار العظيم. 2. الكون ومكوناته. كل مجرة فيها 100 مليار نجم، ومجرتنا مجرد نقطة في بحر مجرات، والقرآن قال وإنا لموسعون، يعني الكون بيتمدد فعلا. 3. بداية الحياة على الأرض. هنتكلم عن أول كائن حي ظهر، والسر ورا الخلية الأولى والحفريات اللي بتأكد ترتيب الحياة اللي القرآن لمح ليه. بس استنى، هل آدم كان أول كائن عاقل على الأرض، ولا كان في مخلوقات قبله؟ مين هما؟ وراحوا فين؟ كل ده هتعرفه في الجزء الثاني من السلسلة، وهو قصة آدم وحواء. هندخل في تفاصيل قصة خلق آدم. اتخلق من طين، وكان طوله 60 ذراع يساوي 30 متر، يعني بطول عمارة 10 أدوار تقريبا. ربنا علمه الأسماء كلها، يعني كان عنده عقلية جبارة. الملائكة سجدت له والشيطان رفض، ومن هنا بدلت العداوة الأبدية. وهنحكي كمان إزاي حواء اتخلقت من ضلع آدم، وإزاي عاشوا في الجنة،
وشجرة واحدة بس اللي ربنا قال لهم ما يقربوش منها. طب ليه الشيطان دخلهم الجنة رب إنه كان مطرود؟ وإزاي قدر يوسوس لآدم؟ وإزاي نزلوا الأرض؟ استنى بقى، دي شوية أسئلة هتتجاوب في السلسلة. ليه ربنا خلق الكون في 6 أيام وهو يقدر يقول كن فيكون؟ ويعني إيه النفخة اللي نفخها في آدم؟ وإزاي السماوات ال7 فوق بعض؟ وإيه المعركة اللي حصلت بين الجن والملائكة قبل وجود الإنسان؟ وهل الشجرة المحرمة كانت تفاح، عنب، قمح، ولا حاجة تانية خالص؟ إيه رأيك؟ ربنا خلق الكون في 6 أيام والعلم بيقول عمره 13.8 مليار سنة. إزاي الرقمين يتفقوا؟ اكتب رأيك في الكومنتات ومستني أشوف إجاباتكم، وهنقول لكم عليها كلها في السلسلة الأولى. وفي الختام افتكر دايما إن كل حلقة من ال7 سلاسل على قناة ما لم يقال مش بس هتقدم لك معلومة جديدة، لكن هتشوف جانب خفي من التاريخ وتفهم أسرار محدش قالها قبل كده. لو نفسك تفهم حكاية الكون من العدم لحد اللحظة اللي بنعيشها النهاردة، اشترك دلوقتي في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الحلقات أول ما تنزل. وما تنساش تعمل لايك لو الحلقة عجبتك. ولو عندك سؤال دايما كان شاغل بالك اكتبه لنا في الكومنتات، ممكن نخصص له حلقة كاملة ونعرضه في السلسلة. وزي ما تعودنا، كل معلومة أو سؤال سمعته في الحلقة النهاردة هتلاقي له شرح مفصل في فيديوهات السلسلة بتاعته، علشان تكتمل الصورة وتفهم القصة من أولها لآخرها بالترتيب. ما تنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات وتصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونشوفكم في الحلقة الجاية في ما لم يقال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.